عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا كتير كتير كتير. طبعا يا حبايبي النهارده جينا لكم على تحدي ورق العنب وبتنجان وكوسه وفلفل. تحدي 100 بس قبل ما نعمل اي حاجة انزل حط اللايك قبل اي حاجه. انزل حط اللايك. قبل حاجه تنسوش تحطوا اللايك. لو بتحبونا بجد من قلبكم حطوا لنا احلى لايك وعلوا لنا الفيديو ده يا حبايب قلبي عشان عايزين نوصل. يلا بينا نبدا ونشوف بقى. هتقول على العقاب دلوقتي ولا هنعمل ايه؟ طبعا يا حبايب قلبي انا معايا هنا نص بطه، هي ورك وانا ورك، والتحدي بقى على الكميه اللي قدامنا. المحشي بجد الكميه رهيبه. وعايزه اقول لكم على حاجه، هي كانت في الدرس واتاخرت شويه وانا اكلت طبق اكبر من ده، فادعوا لي بقى ان ربنا يقويني. تعرفوا يا حبيبي اللي ما اكلتش من الصبح خالص عشان والله ما اكلت، والله ما اكلت. انا اللي اكلت قبل ما هي تيجي نفس الكميه. بصراحه الطعم كان خطير جدا. الصبع بيخش كده في البق كده بينزل مزلقان. يلا نقول يلا يا حبايب قلبي عشان ما نطولش عليكم الفيديو. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسوناش بقى قبل اي حاجه انزل حط اللايك وايه تشجيع من نار. تشجيع من نار. يلا بينا يا حبايبي. يلا بينا نبدا. ما تنسوش تصلوا على النبي. ما تنسوش تصلوا على النبي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. بجد تحفه 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 ومشطشط كده وجميل. بصراحه ورق العنب تحفه. تسلم ايدك يا ماما. بألف انا حبيب قلبي. والباذنجان كده تحفه. ناكل الخفيف في الاول وبعد كده اكل التقيل عشان الفطيره. ده الخفيف وده التقيل. انا بقول هاكل الخفيف الاول وبعد كده ابقى فاضيه للتقيل عشان اقدر اكل. سيجارات في ورق العنب بصراحه تحفه. طبعا الحقيقه ما تستغربوش ان انا باكل اكل مسلوق، بس عشان انا لسه والله تعبانه بجد، والدكتور منعني عن اي حاجه متحمره او كده. شوف ده لحم، شفت البط لحم. هساعدك. شفت الروح الرياضيه؟ بس ساعتها يا حبايب قلب اهو خليكوا شاهدين. سلامات اتنين. شجعوني يا حبايبي، شجعوني والله اني لابسه. انا اكلت نص الطبق بتاعي بس ماما لسه. ماما والله لسه. حاطه بتنجان والبتنجان بيبقى تقيل شويه. متنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. شجعوني يا حبايبي عشان خاطر
انا شبعت. والله واكله طبق جامد جدا. قلت كمان جميله طعمها حلو. طبعا خلصت هنا اكمل ورق حد يعمل. شفتوا المحشيه ورقه العنب قد ايه؟ تحس ان هي فيها 3 كيلو رز. اه طبعا يا حبايبي تشوفوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان ينزلكوا كل جديد. بالله عليكم بالله عليكم اللي يحبنا يشجعنا ويدعمنا. طبعا يا جماعة شكرا أمي عشان أمي كانت واكلة كتير لكن هي لسه جاية يعني ممكن تخلص الأكل. زي ما هي قالت كده. شادي هي اللي هتخسر أصلا. اولادي املهم فيا كبير، ربنا يستر. ان شاء الله ربنا معانا. عماله اشرب في من ساقع. الصبح نهائي والله ما كانتش. فعلا ما كانتش النهارده خالص. الزلة مفلفله من جوه ازاي؟ عمة القاضي. في حد كان كاتب لي قبل كده في الكومنتات، انت ليه بتقعدي تبصي في طبق شهد كتير وبتقعدي تبصي لشهد كتير؟ انا لازم ابص لشهد، ابص في طبق شهد عشان اشوف هتخلص قبلي ولا لا، عشان انا اخلي بالي، لان الشهد بصراحه عقباتها فظيعه بصراحه. طيب اللقاء بتاعي المرة دي تحفة قوي قوي. اللي في بالي يعني بصوا عقاب ضرب نار. قربت اخلص اساسا بصوا. والله فاضل لي ربع الطبق. هما لسه نصه يعني. طبعا يا جماعه انتوا زمان كنتوا بتقولوا في ايه ما وراء الكواليس يا جماعه، ما وراء الكاميرا. في اتنين ماسكين اختهم عمالين يعملوا لها كده ماما كده. يعمل ماما. ما يعرفوش ان امهم اللي شكلها اللي هتخسر. يا رب أمي تكسب مش قادرة تخسر. ده بالعكس يا هم. أمي اللي تكسب. اشربي ميه، خلي بطنك تمتلي ميه. مش هستسلم مش هستسلم. لا يا جماعة شادي مش هتستسلم خالص عشان جاية من الدرس ميترة من الجوع. ميتانة. شادي تحدي. مش عارفة أمي برضه مش هتستسلم. انا البطل اسم الله عليه. شيماء البطل. البطل ما بيستسلمش يا جماعه ابدا. شهد البطل اسم الله عليه. شهد البطل اسم الله عليه. شيماء البطل اسمها شادي الخسران.
نوم الجدعان يلا عشان ايه ما نطولش على حبايبنا. نصلوا على النبي يا حبايب قلبي. يا مراري يا مراري. طبعا يا جماعة شهادة هتكسب قبل لا ده لسه بالي طويل، لسه معايا بالك طويل. الناس عايزه، الناس بتحبني وعايزاني اكسب صح؟ طب تخسر يخرب. لا اكسب. المفروض انا يا حبايب قلبي يعني هقول لكم صلوا على الحبيب يا حبايبي. قبل اي حاجه انزل حط اللايك. قبل أي حاجة انزل حط اللايك. مش عارفه انا كنت اقول ايه. شاهد عامل لي عقاب يا جماعه، وانا عامله له لا ما ينفعش. هي في بتتعاقب، مش كفايه وقفتي طول النهار في المطبخ على رجلي يعني. لا ينفع. انتوا يرضيكم بالله عليكم يرضيكم؟ قولوا لا بالله عليكم عشان عايزه تعجبني عقاب جاي. من اساس الساعي ايه؟ بصوا يا جماعه حلاوه المحشيه يا سيدي. بصي دي بقى ما بتتاخدش مرتين، دي بتاخد جرام. طبعا يا حبايبي الاكل مشطشط طبعا عشان نفسها تتفتح كده. مشطشط ولع. عشان كده كل دي قاعده اشرب في ساقع. ميه. دي ساقعة واحد يا شهد ولا مية؟ الاتنين واحد. ازازه الساعه فين؟ حتى في التلاجة. هاتيها طيب. شجعوا أمي يا حبايبي، شجعوا أمي يا حبايبي. طبعا لو استسلمت كده كده كسبان. دي اصلا بتتلكع مش عارفه ليه. الاكل مولع مش قادره اكل. اكله زي دي عايزه ساعه ونوع على طول. يا حبايبي شجعوا أمي، شجعوا. بالله عليكم شجعوني. وعايزة تشجعي البنت اللي البرد ده. ليه كده ليه كده؟ انت عايزة تخسري، عايزة تخسري. عندي هنا بتحبني جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ما بتحبش حد يعني. ساعات الاغنيه بتاعت شيماء دي لما كان العيال بيغنوها في الشارع، عايزه اقول لكم كانت بتطلع تتضرب معاها مع ان هما بيغنوا، عيال بيغنوا عادي. والله يا حبايبي معادله لاي حاجه. اللي بصوا 5 ورق 5 يعني ايه محشيات ورق عنب بالظباط. طبعا يا جماعة، بالظباطه. طبعا يا جماعة هاني بتحب. انا ما عنديش الا القنبله الذريه دي وفلفلايه وثلاث بتنجانات وكوستين. بصوا يا جماعه كوسه، الله على الحلاوه بتاعتها. انت عندك اهو. طب بس كلنا الناس هنستسلم شكلي. لا أمه معاكي تستسلمي. طبعا يا جماعة، مش قادره اقول لك ده. طبعا يا جماعة هاني بتحب كتير أمها. ممكن استعين بصديقي يساعدني يا جماعه؟ طبعا يا جماعة هاني بتحب أمها كتير، وسمعت قناة شيماء جا بتقوم تضربنا بالعصاية، وحتى بتحب تنام جنب أمي.
هما بيتضربوا يعني على لما حد بيجي يقول لي شيماء او يغني اغنيه شيماء، فعندي انا الصغيره دي بتطلع تتضرب، فاي عايزه تعرفوا يعني اللي هي بتغير عليا جدا. بصوا والله بجد بتغير عليا قوي 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 فوق ما تتخيلوا. لا اله الا انت سبحانك. بصوا يا جماعه انا بجد مش قادره وانا هستسلم. هو عايز يا جماعة مش قادره، انا لسه واكله معاكم من شويه وهي طبعا يا جماعة أمي اتسلمت عشان كانت واكلة كتير. كنت عايزة أقول لها لا. ماما ما بتكترش في الأكل عشان احنا هنعمل تحدي. بس آه. هي قالت لا. طبعا خلاص آه. مستشفيين وانا الكسبانه الحمد لله. أنا عارفة اللي شادي هتكسب عشان هي جابت درس. ما كانتش من الصبح والله. لا. طيب يا جماعه عشان ما نطولش عليكم الفيديو، طبعا انا اللي خسرانه. هم المفروض يقولوا لها تحنن قلبها على امها ما تعاقبنيش، بس هي قعدت اتكلم معاها قبل قبل ما اعمل الفيديو ما رضتش خالص. ممكن تقولي للناس العقاب علشان نشيل الحاجات دي ونرجع للعقاب تاني، طبعا يا حبايبي ولا اقول لك استني ما تحرقيش الدنيا على ما نشيل الحاجات دي، اما نشيل الترابيزه والكلام ده كله ونرجع لحبايبنا تاني نقول لهم على العقاب. ما تنسوش بقى حبايب قلبي اللايك الجميل، وادعمونا كده يا حبايب قلبي وتشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا، دي اقل حاجه تساعدونا بيها. وقبل اي حاجه انت حط اللايك. استنوني. اللايكات تحفه ضرب نار. ارجع لكم تاني. طبعا يا حبايب قلبي شلنا بقى الترابيزه كده ونفضنا كل حاجه، نضفنا الدنيا ورجعنا بقى معاكم العقاب. اما نشوف بنتي حبيبه قلبي اللي ربيتها وشلتها في بطني 9 شهور، وبعد ال9 شهور ده بقى قرف وتعب وتطعيمات وي 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 وي. يا مش عايزه اقول لكم يا جماعه ان كل ام تعبت مع بناتها ازاي، مش عارفه. فهنشوف بقى العقاب بتاع بنتي حبيبتي. ست الحبايب يا إيه. حبيبي. ده عقاب. اعمل ايه يعني؟ ده عقاب. يعني ايه يعني كل التعب اللي انا تعبته عشانك ده وعايزه تعاقبيني؟ معلش يا ست الحبايب يا حبيبي. طب ماشي قولي طبعا العقاب. العقاب هيبقى يعني بصوا تحفة. هجيب جردل مية ساقعة تلج ويبقى في كوارع تلج كده. هي ما قالتليش ساعه، هي كانت قايله لي هكب عليكي ميه، لا مية لكن تلج ساعه ساقعة. تلج ده ساعة. وهخليها قاعدة وأقوم جاي كباها عليها. طبعا المقلب هيتصور في نفس الفيديو كمان ودلوقتي كمان. بصوا يا حبايب قلبي احنا هنطلع دلوقتي ايه عشان نعمل العقاب دلوقتي، فمش هينفع نعمله في الشقه عشان خاطر السجاد والحاجات ما تبصي، فاحنا هنطلع نعمل عقاب على السطح. يلا بينا نطلع نعمل عقاب على السطح. يلا بينا هيبقى عقاب تحفة. متنسوش بقى يا حبايب قلبي تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام يا حبايبي. يلا بينا نطلع على السطح. طبعا يا حبايبي ورجعنا للعقاب ورجعنا للعقاب. طبعا يا حبايب قلبي انا عملت التحدي، انا عملت العقاب ده على طبعاً السطح يا علشان حبايبي. خاطر الميه، هي عامله لي عقاب من هنا ميه فما ينفعش توسخ الشقه بيه او تغرق الشقه بيه، ادعوا لي بس تستحمل لان هي مطلعه ميه من الفريزر مفضيه ازايز ميه. كنت والله يا حبيبي عايزه احط فيها تلج. خدت بس هي التلج حطيت العصير، خدت التلج العصير. العصير. ضحك الشريره. ماما روح قلبي هتقع هتكب عليكي ميه. يا لهوي. طب هتكبي كده ولا هتجيبي كده؟ ما انا عايزه اعرف، بلاش تكبي كده عشان بس المنظر العام ما يبقاش يقعد لا كده. يا لهوتي. يلا يا لهوي طب هتتبلد. ايه اللي حصل ده؟ امي يا ولاد اعماق البحر. اوه كده متبلد. كده يا حبايب قلبي كنا عملنا العقاب والحمد لله انا غرقت في قلب الميه. الواحد كان نفسه يروح المصيف ويروح له بدري. يلا يا حبايب قلبي نشوفكم على خير. نشوفكم على خير يا حبايب قلبي، وتنسوناش ايه تدعمونا باللايك. حتى المناديل يعني غرق في الميه، حول ولا قوه الا بالله.
يلا حبايبي نقول قبل اي حاجه انزل حط اللايك، قبل اي حاجه انزل حط اللايك. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونشوفكم على خير. ولو انتوا عندكم اي عقاب او اي تحدي يا ريت تكتبوا لنا اكتبهم في لنا في الكومنتات الكومنتات. واحنا نعمل لكم التحدي. بس انا بقى ابقى فاضي بطني ان انا كنت جوعت جدا وهي اتاخرت عليا فاكلت علشان انا اللي كده. هعمله، انا ان شاء الله انا اللي بس هكسبه اكتبوا وأعمله. لنا لو انتوا عايزين تعملوا اي تحدي، اكتبوا لنا على التحدي اللي انتوا عايزينه. ولو انتوا عايزين نعمل لكم اي حسبي، ولو انتوا عايزين تعملوا العقاب يا ريت تقولوا لنا على عقوبات حلوه احنا هننفذها ان شاء الله. وما تنسوش بقى ان اللايك بتاعكم ده والشير للفيديو هو ده اللي بيساعدنا ان احنا نكمل ونقف على رجلينا ويلا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله. احلى واجمل اخوات ومتابعين في الدنيا. باي باي.